كان في 2 صحاب اسمهم خالد وعادل. خالد كان شاطر جدا في شغله ودايما ناجح، وعادل كان بيغير منه دايما بس بيخفي غيرته ويبين انه صديقه المخلص. في يوم خالد عمل مشروع ضخم والنجاح بتاعه خلى كل اللي حواليه يحسدوه بما فيهم عادل. عادل عشان يوقع صاحبه خالد راح نشر إشاعة كذب إن خالد استخدم طرق مش شريفة عشان ينجح، وإنه سرق فكرة المشروع من زميل قديم. الإشاعة دي انتشرت بسرعة جدا وبدأت سمعة خالد تتدمر. خالد حزن جدا وكان مستغرب مين اللي ممكن يعمل فيه كده، بس ما جاش في باله إن عادل صديقه هو اللي ورا الإشاعة دي. في عز الأزمة كل الناس بعدت عن خالد. الناس خافت إن سمعتهم تتأثر ومحدش مد إيده بالمساعدة. لكن في وسط كل ده كان في صديق تالت ليهم اسمه سليم. سليم ده كان عارف الحقيقة كويس وكان شايف الغيرة اللي في قلب عادل من زمان، بس كان متردد إنه يتكلم عشان ما يخسرش عادل. شاف سليم إن خالد بيمر بأسوأ أيام حياته وسمعته بتضيع بسبب كذبة هو عارف مصدرها. في ليلة سليم نام وهو متضايق وحس إن سكوته ده خيانة لصداقته الحقيقية مع خالد. قرر إنه لازم يتكلم. تاني يوم الصبح سليم جمع مجموعة من أكبر الناس في الشغل واللي بيثق فيهم خالد وعادل، ووقف قدامهم كلهم وقال بصوت عالي وواضح: أنا آسف إني سكت لحد دلوقتي، بس أنا عارف إن الكلام اللي بيتقال عن خالد ده كله كذب وظلم ومصدره شخص واحد بس، شخص كان المفروض يكون أقرب الناس ليه. الشخص ده هو عادل، وهو عمل كده عشان الغيرة أكلت قلبه. الكل اتصدم وعادل حاول ينكر، بس سليم قدم الدليل الواضح اللي يثبت كلامه ويثبت إن عادل هو مصدر الإشاعة. عادل اتكشف قدام الناس كلها وخسر سمعته، وخالد عرف مين هو صديقه الحقيقي ومين اللي كان بيمثل عليه. خالد مسك ايد سليم وقال له: شكرا يا سليم، الكلمة اللي قلتها دي في وقت زي ده دي شجاعة الأسود، مفيش فلوس ولا أي حاجة ممكن تعوضها. العبرة اللي لازم ناخدها إن الشجاعة مش بس إنك تواجه عدو بسلاح، الشجاعة الحقيقية هي إنك تقول الحق وتدافع عن المظلوم، حتى لو ده هيكلفك خسارة صديق زي عادل أو هيعرضك لمخاطرة شخصية. السكوت عن الحق في وقت الظلم هو نوع من الخيانة. الصديق الحقيقي هو اللي بيقف جنبك بكلمة حق لما الدنيا كلها تسكت. أتمنى تكون القصة دي لمست قلبك.